ايه هذا الرجل اللي بيمتلك كل هذه القوة والجبروت ان يقف ويخطب بهذه القوة ويتحدث عن رئيس الجمهورية؟ شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. في سنة 87 حصل تغير كبير قوي في بورسعيد. كنت أول مرة في حياتي أشوف الأستاذ مصطفى شردي. كانت انتخابات 1987 مرحلة فارقة في تاريخ بورسعيد ومرحلة فارقة في تاريخ حياتي، لأن في الوقت ده أو في السنة دي بعدها قررت إن أنا أشتغل صحفي. إيه الشعب اللي خرج يستقبل مصطفى شردي بهذا الشكل؟ إيه الناس وهي بالآلاف في نادي المعارف وهي بتغني وبتقول مصطفى يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى.